دي من اسهل الافكار اللي هتعملي بيها مقلمة من اي بنطلون جينز قديم عندك. هناخد مقاس المقلمة من رجل البنطلون، يعني الطول اللي انتي حباه، وهنفتح الخياطة بتاعة الجنب، وبعد كده هنقلبها كده بالشكل ده، وهنساوي الجنبين على بعض، هنخليهم على خط مستقيم كده، يعني اي زيادة هنشيلها. هنحط الجنب على الجنب علشان نساوي الجنب التاني، واي زيادة كده ولا كده هنشيلها بالمقص. لو حابة تسطري بالمسطرة على القماش علشان تقصي مظبوط اعملي كده. هنركب بقى السوستة. انا خدت مقاس الطول اللي انا عايزاه من السوستة، وهركب الجنبين بتوع السوستة كده. شلت طبعا المجرى من السوستة الاول وفتحتها عشان اقدر اخيطها على الجنبين بسهولة. هتني الجنب التاني ده كده لانه مش متني، هتنيه تحت السوستة وانا بخيط، وهرجع اركب المجرى بتاع السوستة تاني. دي طريقة سهلة خالص عشان تركبي السوستة مظبوطة. هنقلبه وبعد كده هنقفل الجنبين بالشكل ده، هتبقى السوستة في النص بالظبط. هنقفل الجنبين واي زيادة من القماش هنشيلها كده، هننضف اول باول. الجنب التاني هيتقفل. بعد كده هنيجي على الاربع زوايا وهناخد سنتي من كل زاوية او سنتي ونص على حسب حجم المقلمة. اهم حاجة يبقوا الاربع زوايا متاخد منهم نفس المقاس عشان يبقى الشكل مظبوط معاكي. كل ما هقفل زاوية هشيل الزيادة بعد الخياطة. الطريقة دي مفيش اسهل منها، سهلة جدا جدا، هتطلع مقلمة شبه الجاهزة بالظبط. دي اخر زاوية انا هقفلها كده. المجسم او المقلمة نفسها خلصت. لو حابة بقى تضيفي اي شكل جمالي على حسب هي هتتعمل لولد او لبنت، ضيفي الزواق اللي انت حباه او التزيين اللي انت حباه. انا هعملها الولد فهحط لها البادج ده كده. ده برضو متاخد من البنطلون الجينز، يعني كله متاخد من الملابس القديمة. لو بنت طبعا هتعملي فيونكة، وردة، اي حاجة برضو من ملابس او توكة قديمة ركبيها عليها هتبقى تحفة. شايفين جميلة ازاي؟ عملية ومتينة وسهلة الاستخدام جدا وبتاخد حاجات كتير قوي. انا لميت كل الاقلام اللي عندي في البيت علشان اوريكم قد ايه بتشيل، وضفت كمان المقص والحاجات دي علشان بصوا يعني بتاخد حاجات كتير قوي.